أكد محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أن المرحلة التي يمر منها المنتخب حاليا لا يمكن اعتبارها إعادة بناء بالمعنى التقليدي، بل هي أقرب إلى حقبة جديدة تمتد بشكل طبيعي وتكميلي مع مشروع سابق تم الاشتغال عليه خلال السنوات الماضية. وأوضح وهبي في حوار مع قناة بي إن سبورتس أن الكرة المغربية اليوم أصبحت تملك هوية واضحة وطموحا لا يتوقف عند حدود معينة، مشيرا إلى أن المنتخب لا يضع سقفا لطموحاته سواء في الأداء أو النتائج. واعتبر أن تقييم الفريق لا يجب أن يعتمد على التوقعات المسبقة أو التصنيفات الخارجية، بل على ما يقدمه اللاعبون داخل أرضية الملعب، وعلى مدى قدرتهم على المنافسة أمام أقوى المنتخبات. كما تحدث الناخب الوطني عن ارتباطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤكدا أن عقده ممتد إلى غاية سنة 2030، وهو ما يعكس حسب قوله الثقة والاستمرارية في المشروع الرياضي الحالي. وأضاف أن هذا الاستقرار يمنحه دافعا أكبر للعمل بهدوء وبناء رؤية طويلة المدى. وختم وهبي حديثه بالتأكيد على أن تركيزه الكامل في هذه المرحلة ينصب على كأس العالم 2026 باعتبارها المحطة الأقرب والأكثر أهمية، حيث يسعى المنتخب إلى تقديم أداء قوي يليق بمكانة الكرة المغربية وتطورها في السنوات الأخيرة.